السلام عليكم أصدقائي، كيف الأحوال؟ نحن الآن في نيويورك وسنذهب لاكتشاف الفندق الأروع من حيث السعر، لأن نيويورك حقا مكلفة. متوسط الأسعار هنا $150 تقريبا، وهذا السعر تحصل على غرفة ضيقة، لذلك أثار فضولي هذا الفندق $30. Can you imagine? Just $30. It's clean? Is it big? What does it contain? هل نظيف؟ هل الغرفة صغيرة؟ ماذا يحتوي؟ للتأكيد هذا فندق وليس نزل. النزل فيه غرف مشتركة مع أشخاص. قمت بتصوير الفيديو السابق أحسن نزل في نيويورك. Hotel in East Village, Barry. You are in Jamaica Station. Take the brown line, the G, and stop it in Barry. Walk for 3 minutes and you are here. هنا راك في الجزء الجنوبي من مانهاتن، إست فيليج. هذه هي الواجهة تاعو، ويقع فوق متجر للأدوات الكهربائية. وهذه الواجهة من تحت ديجا تعطيك فكرة. أنا نعتلك وتحكم، أنا ما نقولكش مليح ولا مش مليح. شوف الدخلة تاعو بالرسومات هذه الكتابات، نتا احكم. السلم كيفاه مداير. ديجا هنا كاينه ريحة سجائر او ما شابه ذلك. وباش تلحق للغرفة تاعك راح تفوت على 3 ابواب مقفلة من المفاتيح. هذه الاولى يفتحها لك من الريسبشن، هذا الريسبشن تاعو. هذه خزائن تكريها تحط فيها اغراضك بعد ما تكمل الاجراءات هنا في الريسبشن تاعك. تطلع ليطاج اللي راك فيه، وكاين الباب الثاني هذا تزيد نتا تفتحو، يعطيك 2 مفاتح، الباب تاع غرفة النوم والباب هذه. For security in out this door always closed. هذا واش مكتوب هنا للأمان. هذا الباب دائما مغلق من الخارج، من الداخل تقدر تفتح، صح من برا ديما بالمفتاح. وهذا يعطيك فكرة على هذا السجن، العفو هذا الفندق. هذا هو الرواق تاعو ضيق، كون يعودوا 2 من الوزن الثقيل ما يقدروش يفوتوا. هذا هو الفندق تاع $30. دوكا نروحو نشوفو الغرفة كيفاش مدايرة. غرفة رقم 228. ما تنساش راك في أغلى مدينة في العالم. وهذه هي الغرفة نتاع أرخص فندق في نيويورك. راك تشوفوا فيا وراني واقف، تشوفوا المساحة الفارغة وين جيست، وين تحط الكابا تاعك، وين محطوط صندوق القمامة أكرمكم الله. كاين نافذة بصح ما كاش إطلالة. لا توجد مروحية أو مكيف لأن المكيف مشترك والتهوية من فوق. شوف ثاني السقف يعطيك فكرة على هذا الفندق باللي ماهوش آمن. السقف مش نظيف، الشباك هذا ديجا لاصق فيه الإنارة هاي تمشي الحمد لله. إنارة مليحة في اللمبة هذه، ما ديرش ضجيج.
هنا راهم حاطين فرشاة للاعتناء بأسنانك، صابونة صغيرة، معجون أسنان، شامبو للاعتناء بشعرك مع الفرشاة. شوف نصوروا كلش حتى تحت السرير. الحمد لله ما كاش حشرات ميتة ولا. الفندق هذا سكنت فيه ليلة واحدة غير التجربة باش نشوف ارخص فندق في نيويورك كيفاش مداير. هذه ديجا هما ما عندهمش هنا في نيويورك، ما عندهمش 24 ساعة تباتها في الغرفة، تدخل مع 3 تاع العشية تخرج الغدوة مع 11 تاع الصباح، ما تكملش حتى 24 ساعة. والغرفة هذه صغيرة جدا، ما على باليش حتى كيفاش راح نوصفها لكم. هم دايرين لك هنا باش تعلق الثياب تاعك. هنا السيستم تاعنا وتاع امريكا مش كيف بما يخص الاجهزة، ديما شري معاك لادابتاتير هذا، سينو ما تقدرش تشارجي تليفون تاعك. بكا نروحو نشوفو الحمام نتاع الفندق هذا كيفاه داير. والحمامات هذو مشتركة، كاين 3 في كل طابق، راك مزهر الى لقيت واحد فارغ. وهذا هو الحمام تاعو بدون تعليق. هذا هو الفندق الأقل سعر في نيويورك. اللي جاي يخدم هنا في نيويورك ويبات هنا الله يعينه، بصح اللي جاي سياحة راك ما تحسش باللي راك في نيويورك ولا في أمريكا. هذه هي، تبات في الهوستل أحسن. كاين الهوستل اللي صورته المرة اللي فات، هوستل هايل. على فكرة واحد ناضي على الوحدة تاع الصباح هنا، داير ضجيج كبير في الغرفة تاعو يخبط. واحد ما جاه من لا ريسيبسيون ولا لي زاجون ولا قال له حبس، دير حسابك هنا كي تصرا حاجة واحد لا راح يراعي ليك. هذه هي معلومة، وإن شاء الله تكون لحقت الفكرة. If you like the video, don't forget to subscribe and activate the bell to receive on update. Thank you for watching.